السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نتقاسم معكم وصفتين يعني من مطبخي، وصفات جزائرية. هي شوربة تاع العدس، يعني شوربة جزائرية وتشكشوكة بالبصل والطماطيش والفلفل. ابقوا معايا راح نتقاسموهم مع بعض. وهذيك الشكشوكة اللي راح نديروها راح نستعملوها في عدة وصفات، يعني نديرو بها الكسرة محشية، نديروها في السوفلي، يعني نديروها في عدة نحتاجها في عدة وصفات. كيما هنايا اللي بقات لي درت بها كسرة محشية. أيوا معايا راح نقسموا الوصفات مع بعض. هنايا بسم الله بديت جبت كمية تاع عدس أحمر، يعني تقدري ديري العدس الأخضر هذاك. عندي خضر مشكلة، عندي بصل، بطاطا، طماطيش، فلفل، قرعة، يعني قزبر، كرفس، يعني أي خضار تكون عندك في الثلاجة. هنايا جبت قدرة درت فيها هكذا، ديري فيها كركاس تاع الدجاج ولا عظم تاع بقري هكذا باش تمد البنة. ونبدا نضيف في هذيك، درت مغرفة تاع الزيت ونبدا نضيف في الخضر، يعني الزروطية، القرعة، حبة بصل كبيرة، درت 3 حبات تاع طماطيش، 2 حبات تاع البطاطا، وشوية تاع الكرافس وشوية تاع القزبر كانوا عندي في المجمد. هنايا هكذا نضيف هذاك العدس اللي كنت طبعا غسلته مليح قطرته هكذا. هذه الشوربة يعني تجي بزاف بنينة، راح نضيفوا لها في الآخر مكون اللي يخليها بزاف بنينة، ونضيفوا لها شوية تاع الفيرميسيل. نضيفوا لها يعني التوابل، ما نضيفوا لهاش توابل بزاف، ملح فلفل أسود وشوية تاع القرفة. هادو هما التوابل تاع الشوربة تاع العدس، يعني بالخضر. يعني عندنا عدة وصفات تاع شوربة عدس، يعني كاين اللي ما نرحيوهاش نديرو الخضر هكداك، كاين شوربة عدس اللي تجي بيضة، يعني كل عندنا بزاف وصفات من هاد، يعني بالشوربة تاع العدس. هكذا ندي فوق النار نقلي مليح هذيك الخضر. وهنايا بعد ما نقليوها مليح نضيفوا لها كمية مليحة تاع الماء ونخليوها تطيب. هذيك الخضر وهذاك العدس تاعنا راح يطيب. اللي حاب يضيف يدير زيت زيتون تكون أكثر صحية، يعني يدير زيت الزيتون. وهنا في فصل الخريف يعني هكذا نحتملوا باش نديروا نتناولوا الخضر هكذا. هنايا شوفوا لي بعد ما طاب كلش، طاب هذاك العدس وهذاك الخضر. وهنايا عندي نعناع اليابس. هنايا بعدنا مطولش الفيديو رحيتها هذيك، رحيتها كامل ورديتها فوق النار. الا كان خصك الماء زيدي ضيفي شويه تاع الماء. هنايا بعد ما بدات تغلي وذوقي الملح ضفت شويه هكذا تاع الفيرميسال. وهنايا هذاك النعناع بعد ما كنت فتته هكذا بين يديا يابس نضيف شويه هكذا مع الفيرميسال هكذا. تلفت الغليه ونطفيو عليها، وفي الاخير هنايا نزيد نضيف لها النعناع. هذا هو سر البنه تاع الشوربه تاع العدس، هذه الشوربه هذه الوصفه. وهنايا في مقلاة جبت البصل، يعني ما نطولش عليكم، درتو يتقلى هكذا فوق النار، درت 2 مغارف تاع الزيت وخليته يتقلى يذبل. بعد ما ذبل شويه نضيف له فلفل الوان، يعني فلفل حبه فلفل احمر اختياري هكذا، نخليه يزيد يتقلى يذبل هذاك الفلفل. هنايا بعد ما ذبل هذاك الفلفل وهذاك البصل شوفوا لي نضيف هذيك الطوماطيش اللي كنت قطعتها قطع صغيره، يعني الكميه حسب البصل والفلفل، تكون طبعا طيبه مليح هكذا. ونزيد نضيف مغرفة صغيرة تاع طماطم صبرا، اللي ما يحبش ما يضيفهاش يضيف شوية تاع العكري في العكري. وهنايا توابل عندي غير الملح، هذا واش نضيف انايا غير الملح، نخلي كامل هذيك النكهات تاع الفلفل
والبصل والطماطم هذيك طوماطيش. هنايا شوفوا لي بعد ما طابت، الله الله، يعني طابت في دات وقتها. هنايا كنت قدمتها مع لي فخيت، درت لي فخيت هكذا من تحت ودرتها هي من فوق، تجي بزاف بنينه، يعني محبوبه عندنا هاد التكتوكه. وهنايا بعد ما بقات لي هذيك التكتوكه درت كسره، يعني ضفت لها هذيك التكتوكه، ضفت لها شويه تاع الجبن ونديرها طيب. شوفوا لي هنايا كي طيب كيفاش تجي الله الله بنينه. كاش نهار راح نتقاسم معكم الوصفه تاع الكسره. وهنايا هي الشوربه تاع العدس، شوفوا كيفاش تجي ثقيله بنينه بنكهه النعناع، تجي بزاف بنينه. جربوها ان شاء الله حتعجبكم. والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.